اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر محزن بكل المقاييس وإليكم التفاصيل. أعلنت السلطات الجزائرية العثور على جثة محامي ورئيس البلدية بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة. وأعلنت هيئة الدفاع المدني العثور على جثة جمال الدين شاوي مدفونة في منطقة السميات بولاية سكيكدا شرقي الجزائر، عندما عثر عليه راعي غنم بوجود الجثة داخل أحد أكياس مدفونة في ولاية سكيكدا شرقي الجزائر. وقبل ذلك قد عثر على جبة المحامي وسيارته تحت أحد الجسور، ولم تعرف بعد ملابسات هذه الجريمة. وكان شاوي قد أعلن في وقت سابق عن تعرضه لما وصفه بمحاولة اغتيال عبر محاولة قلب سيارته وسرقة مبلغ مالي منه، لكن القضاء لم